صباح الخير. هنعمل النهاردة مع بعض سبرينج رول بالجلاش. مش هنعمله بالعجينة الجاهزة لأن هو بالجلاش بيبقى مقرمش وبيفضل مقرمش لفترة طويلة لتاني يوم حتى لو فضل منه. واديكوا شايفين عامل ازاي مقرمش وطري ولذيذ جدا. بس لو أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم. بنجهز الحشوة، بنجيب طاسة أو وok على النار، بنحط فيها اللحمة المفرومة من غير أي دهون ولا حاجة خالص، وبنشوح اللحمة لحد ما تاخد لون. كل الكمية اللي أنا حطاها تاخد لون. بنبتدي نحط بصلة مبشورة، هنشوح البصلة مع اللحمة المفرومة لحد ما كله يندمج مع بعضه بالشكل ده لحد ما كله ياخد لون. هنبتدي نحط 2 طماطم مبشورة وجزرة مبشورة وفلفل ألوان أو فلفل أخضر، بس الموجود المتاح، وبنشوح كله مع بعضه لحد ما يندمج كل الخليط. هنضيف ملح وفلفل أسود، شوية قرفة صغيرة، بابريكا، وكده تبقى جاهزة معانا الحشوة الجاهزة هي اللي احنا جهزناها مع بعض، ولفة جلاش، ومعانا معلقتين او ربع كوباية مية، معلقتين دقيق. الخليط ده بنجهزه عشان نقفل بيه السبرينج رول. بنقلب الدقيق مع المية لحد ما يندمج ويبقى خليط كريمي بالشكل ده. كده معانا مكونات السبرينج رول. بنجيب لفة الجلاش، حاطين كل ورقتين مع بعض، كل ورقتين انا لفاهم مع بعض، قطعتها 4 أجزاء حسب حجم الورقة اللي معاكي. انا بالنسبه لي قطعتها 4 أجزاء، 4 ارباع كده، وحطيت في كل ربع الحشوه ولفتها من الجنبين والفها رول، واقفل بالخليط العجين او الكريم اللي انا عملته بالشكل ده. نعمل واحده كمان. بنجيب القطعه دول ورقتين فوق بعض، واحط الحشوه كميه الحشوه المناسبه، واقفل من الجنبين والف رول، واقفل بالخليط بفرشه كده بالشكل ده او بايدي، مش هتفرق. وكده خلصت الكمية كلها بهذا الشكل. ادي الكمية بتاعتي. بنعمل ايه بعد كده بقى؟ بنجيب طاسة على النار، بنحط فيها زيت لحد ما يسخن، ونبتدي نحمر او نقلي السبرينج رول. هياخد لون، نقلبه الناحية التانية، بنطلعه على ورق مطبخ، ويبقى كده جاهز معانا احلى سبرينج رول، احلى من الجاهز، وما بيشربش زيت غير الجاهز بصراحة، غير العجينة الجاهزة بتشرب زيت، ده ما بيشربش زيت وبيفضل مقرمش لتاني يوم. والصنف ده بيبقى من الأصناف الشيك قوي اللي ممكن نقدمها في العزومات أو في الغداء أو في العشاء. كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. لو أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم. نتقابل في وصفات جديدة إن شاء الله.